الفتح الرباطي يعود ليستقبل بميدانه آخر لقاء له بأرضية مولاي الحسن. كانت في الدورة 21 أمام فريق الكوكب المراكشي. هذا الأخير كان آنذاك قد قدم ملاحظات وانتقادات بخصوص عشب الاصطناعي لأرضية هذا الملعب، والتي خضعت مؤخرا لعملية الصيانة تحت إشراف المقاولة المغربية الألمانية التي سهرت سنة 2011 على توظيفه، مستعينة هذه المرة بخبراء ومهندسين ألمان. عندما نشتري سيارة لا بد من صيانتها للحفاظ عليها. الأمر ينطبق أيضا على العشب الاصطناعي الذي يتأثر مع مرور الوقت. إذن كل الأمور كانت جاهزة في الكواليس. باب مستودع ملابس فريق الفتح الرباطي أغلق في وجه كاميرا رشيد بلحظي التي لقيت ترحابا كبيرا من طرف فريق المغرب التطواني تحت إشراف مدربيه عزيز العامري الذي لم يهدأ له بال منذ اللقاء الأخير أمام الجيش الملكي. كاينه واحد لابريسيون كبيرة عليا وعلى جميع المتداخلين عندنا في الفريق، الطاقم ديالنا لا الطبي ولا الاداري ولا الرئيس ولا المكتب المسيرين ولا المدينه ككل، كل شيء عند عليه ضغط، لان كما قلت لك الحق ديال الباب خاص الساروت يكون هو هذاك باش تحل الباب. عنصر آخر ومهم يساهم في فتح باب التألق بالنسبة لفريق المغرب التطواني هذا الجمهور العريض الذي حج بكثرة، ولكنه انتقد كثيرا ثمن التذكرة التي وصلت هذه المرة إلى 40 درهما. هاتينا كتشوف شنو عاملين لنا في الورق ديالنا، علاش كيعملوا لنا هيدا؟ واش في العالي شنو كيعملوا لنا هيدا؟ 40 درهم الورقة، علاش خايمة؟ علاش؟ واش كلشي عارف بلي 40 درهم؟ حنا ما عارفينش، حنا في اي ملعب كنمشيو له كيزيدوا لنا في الورقة. عادة ما يكون ثمن التذكرة 30 درهما باستثناء اللقاء الأخير أمام الكوكب المراكشي، وهذه المرة أمام المغرب التطواني. ورغم ذلك كانت الأجواء حماسية في مدرجات ملعب مولاي الحسن الذي استقبل هذا اللقاء القمة أمام فريق المغرب التطواني. فريق الفتح الرباطي كان عازما منذ البداية على خلق فرص تسجيل وأيضا أن يكون متميزا أمام فريق المغرب التطواني متزعم البطولة. هذا هجوم لصالح فريق المغرب التطواني الذي كان قريبا من تسجيل هدف الأول بواسطة اللاعب النصير. بعد ذلك كان الضغط مستمر لفريق الفتح الرباطي سواء بواسطة اللاعب باطنة أو اللاعب العروي وأيضا اللاعب البحري الذي يستفيد من هذا الخطأ ويتمكن من هزم حارس مرمى فريق المغرب التطواني اليوسفي ويوقع الهدف الأول في المباراة. وكان لصالح فريق الفتح الرباطي في الدقيقة 35 هجوم آخر لعناصر فريق الفتح الرباطي وخط هجوم فريق الفتح الرباطي الذي كان نشيطا في الجولة الأولى. في الجولة الثانية كانت المبادرة لصالح فريق المغرب التطواني الذي بحث عن هدف التعادل. الفرصة الأولى كان من ورائها اللاعب الإسباني فرانسيسكو، والثانية اللاعب ميغري على إثر ضربة خطأ، وأتيحت مرة أخرى فرصة لفرانسيسكو لكن النتيجة النهائية هدف ل0 لصالح فريق الفتح الرباطي. بالنسبة للمباراة ديال اليوم احنا كما كنشوفوا خدينا بواحد الجدية، ففتح الرباطي جاوهم فرص واستغلوهم، فاحنا كنشوفوا جاونا حتى فرص ما استغليناهمش. فبالنسبة للمباراة ديال النساء ان شاء الله ونداركوا المباراة الجاية مع المغرب ان شاء الله. شويه العيا المقابلة ديال الجيش الملكي أثرت شيئا ما؟ فبالنسبة للمباراة المؤجلة اللي جرينا نهار الأربعاء فأثرت شوية على اللاعبين وعلى النفسية ديالهم. فريق المغرب التطواني الجميع تيشهد ليه بالقيمة الفنية ديالو. تنظن بأن اليوم كنا أفضل، ربما فريق المغرب التطواني هذه المباراة الثالثة ديالو في الأسبوع، ولكن تنظن بأن الشوط الأول كان ممكن نسجلوا أهداف عديدة. الحمد لله أننا ما تلقيناش أهداف الشوط الثاني، لأن فريق المغرب التطواني بعد التغيير اللي قام به كان شكل علينا خطورة، ولكن تنهني اللاعبين على المستوى، خاصة اللاعبين من الأمال. على ذكر الأمل، يبقى الأمل يراود كل محبي فريق المغرب التطواني لمعانقة اللقب مرة أخرى.